أهلا. من أكتر أسباب ضياع حياة الإنسان في اللاشيء أو الهراء هي فترة الشباب، وللأسف معظم الشباب بيضيعوا الفترة دي في ولا حاجة. أنت كشاب أو شابة عشتوا كل المرحلة اللي فاتت مع أهلكم. مرحلة الطفولة دي بيكون ليها تأثير كبير على نفسيتك وتفكيرك وميولك طول حياتك، بس المرحلة دي كانت مشاكل الحياة بتتلخص في خناقة في المدرسة مثلا على زمزمية، خناقة في كرتون مثلا. لا يستطيع أحد التفوق على بلبلي. هل رأيت قوة بلبلي الذي سيتغلب عليك؟ يبدو أن بلابل والدك الضعيفة لم تساعدك. دع أباك يعطيك بلبلا أفضل لتهاجمني به. أو طفل عبيط عايز سندوتشات دود بالشوكولاته معاه في المدرسه. مره واحده المرحله دي بتنتهي وتخش ثانويه عايمه، وبعدها عشان مش محدد كويس انت نفسك تدخل اي مجال، اهلك هيدخلوك كليه غصب واغتصاب. انت اصلا بتبقى داخل ثانويه عامه برايهم مش باللي انت عايزه. لو ابن خالك دخل علمي انت تدخل علمي علمك، بعدها تدخل كليه. ممكن بقى يبداوا يقلسوا عليك في البيت، لو انت بتشتكي من الامتحانات في الجامعه، وانا قدك يا ابني كنت بتصارع مع الدببه. تعالى شوف مدرسه الحياه، يالا تعالى، يالا تعالى بقول لك. في مرحله الكليه دي بقى التوهان والقلق والشقاوه كلها، بتبدا تتعرف على مجالك كانك نازل بتستكشف كويكب جديد. في الفتره دي لو مش عارف انت جاي هنا ليه او عايز ايه، بتبدا تتوه. وانت تايه بتتعرف على مجموعه شباب تايه جميل زيك كده. في الغالب الشباب دول هيبقوا حاجه من اتنين: يا اما شباب مغيب عنده تاتش جميل هبدي مورث من الاهالي والسوشيال ميديا والمجتمع ككل، يا اما شباب مكبوت لسه مخلص ثانويه عامه بينطلق وبيعمل كل حاجه غلط وعيب وحرام. فهتلاقيهم بيضربوا كل انواع الضرب، بيتضربوا كل انواع الضرب. هم ساعتها بياخدوك من ايدك وبتنطلقوا باقصى سرعه في اتجاه يوديكوا في 60,000 داهيه، وتبدا من هنا رحله ضياع ال 15 20 40 60 سنه اللي بعدهم. خلال الفتره دي بقى بتبدا تشتغل كذا شغلانه تخليص حق كده ما تكملش فيهم، تقعد تحوش قرشين لحد ما تتجوز جوازه تايهه برضه لانك انت نفسك تايه. تتجوز وتجيب حماده ومياده، وتشوف حماده نفسه يطلع طباخ ماهر ومياده نفسها تطلع طفايه حريق. مع ان الفتره دي تمثل في الغالب اقل من تلت حياه الانسان، الا ان الحياه بعدها كلها بتكون مبنيه على الفتره دي، لان فتره الطفوله بيكون تاثيرها ضعيف على حياتك ككل من ناحيه القرارات، لانك ما تاخدش قرارات في حياتك. انت اصلا مش بيبقى عندك اوبشنز تختار منها غير اتفرج على لايون كينج ولا سبيس تون. لان فتره الشباب دي لما حد بيتوه فيها وفي الاخر محدش بيكتشف سبب توهانه الا بعد ما يضيع خالص. فعشان ما يحصلش كده انا جاي اقول لكم النهارده عن حاجات لازم تعملها في فتره الشباب عشان حياتك ما تضيعش منك وتندم بعد كده. فيا ريت تعمل لايك عشان بيفرق فعلا مع القناه، وتفعل جرس الاشتراك. ولو عايز الفتره دي تبقى احسن فتره في حياتك كمل الفيديو للاخر. تعالوا كده نبدأ نشوف ايه الحاجات اللي هتخلي الفترة دي ومن بعدها حياتك ككل تمشي صح. حياتك في العموم لو اعتبرناها رحلة، فأول وأهم حاجة تبقى معاك في الرحلة دي هي البوصلة أو الخريطة اللي هتخليك ماشي صح. دي الخريطة دي بقى هي السيلف اويرنس أو الوعي الذاتي. يعني ايه سيلف اويرنس؟ السيلف اويرنس دي هي معرفتك لنفسك فعلا. واحد يقول لي ايه الكلام ده يا دكتور؟ هو في حد مش عارف نفسه؟ مش عايز اصدمك واقول لك ان معظم الناس مش عارفة نفسها أصلا. ازاي يعني مش عارف نفسه؟ يعني ده اهبل ده ولا عبيط ولا متخلف؟ الموضوع مش كده خالص. كل ما في الموضوع ان احنا في مجتمعاتنا بسبب طريقه التربيه والمجتمع ككل بتعمل كده زي قوالب كده صبة اسمنت لكل شخص في المجتمع. الصبه دي هي ان حاجات معينه هي اللي تعتبر نجاح وحاجات تانية لا. فمثلا لو انت ما اجتهدتش عشان تعرف نفسك على مستوى عميق، ابسط حاجه هتلاقي نفسك بتعمل حاجات مش مناسبه ليك تماما وهتعيش حياه مش بتاعتك اصلا عشان مشيت في السايكل بتاعت المجتمع دي. وتقعد تسمع هبد بقى، اي واحد معدي في الشارع يقول لك هدايه تدخل في عينك. انا والله شايف انك لازم تحدد دقنك، لان اللي بيحدد دقنه كويس بيعرف يحدد مستقبله كويس. اي كلام في كيس تلاقي ابوك داخل عليك كده يقول لك يا ابني شوف ابن خالك عنده 32 سنه وانت لسه 23، فانت تكتئب بقى وتحس بالضياع. والسبب في ده انك سبت الحياه تاخدك كده زي كيس اسود مرمي على الشط في مرحبا بيتش. لما تعرف نفسك فعلا كل امور حياتك هتبقى اوضح. هتبقى عارف اللي انت كويس فيه ومحتاج تسعى وراه، وهتبقى عارف اللي انت وحش فيه ومحتاج تطوره. هتبقى عارف انهي اسلوب حياه هو الاحسن بالنسبه لك، وهتبقى عارف مين ينفع صاحبك ومين لا، انهي علاقه تنفعك وانهي لا. حتى المشاكل اللي ممكن تواجهك في اي حاجه هتعرفها قبل ما توصل لها اساسا. لو انت ما عندكش الاويرنس دي بقى الدنيا هتبقلشك. تبقى عامل زي اغنيه لف بينا يا دنيا دوخينا يا دنيا، خدينا يمين شويه خدينا شمال شويه. عشان تعرف نفسك فعلا بقى دي قصه تانية خالص، رحله في حد ذاتها هنتكلم عليها كتير بعد كده ان شاء الله. فلحد ما نتكلم عليها خليك عارف كويس قوي اهميتها. ونصيحه لحد ما نتكلم على الموضوع ده بالتفاصيل، قبل ما تسمع لحد اسمع على نفسك الاول، وبعدين اسمع النقد البناء من غير ما تتاثر بيه، من غير مشاعر وصعبانيات. دور على الفيدباك من الناس اللي بتثق في رايها وما تهربش منه. لان لو عندك سيلف اويرنس هتمشي على الحيطه لو عايز. حتى لو انت ماشي دلوقتي في طريق غلط، لما هتبقى عندك هتقدر تصلح الاخطاء اللي عملتها مهما حسيت ان الوقت اتاخر. تاني حاجه بقى، اوعى تقارن نفسك بحد خالص. انت اول ما هتبقى سيلف اوير هتعرف انك مختلف عن غيرك فعلا. الاختلاف مش في الشكل او في الحياه او في الظروف، الاختلاف هيكون جوهري. كل واحد فينا مختلف عن التاني بشكل او باخر. تعال اديك مثال. لو انت شخص مثلا دماغك كلها مشاريع، او انت بتعرفي تعملي شغل معين احسن من اللي حواليك كلهم، ممكن يكون ده الشيء اللي انت فعلا مختلف فيه.
فلما بطل مصر في الكونج فو وانت مش بتاعتك خالص، انت في الاخر هتسيب النقطه اللي انت اوريدي سابق فيها ناس كتير وتقعد تفرق في حته ثانيه مش بتاعتك اساسا ولا عمرها كانت بتاعتك. واحد مثلا ربنا كرمه بقدرات خارقه في حاجه معينه، ما تقارنش نفسك بيه، دور في نفسك كويس هتلاقي ان انت عندك الحاجه الخارقه الرهيبه الزريبيو اللي جواه دي، انت عندك زيها بس بشكل مختلف. فلو دورت على الزريبيو بتاعته هتتوه من الزريبيو بتاعتك وهتقعد طول حياتك تدور عليها. وبرضه لو انت ماشي في طريق غلط او حسيت انك كبرت، دايما هتقدر تعدل اوضاعك فما تقلدش حد. لما هتعرف نفسك كويس وما تقارنش نفسك بحد، انت كده على بدايه طريق العظمه. كونجراتيوليشنز. تالت نقطه بقى، اختار صحابك بدقه. الصديق قبل الطريق، الصاحب سحب. طيور على اشكالها تقع، صاحب الهيك واللي فيها تجيبه فيك. جيبها لك ازاي تاني يا عم؟ الصحاب من اكتر الحاجات اللي بتاثر على تفكيرك الفتره دي، فلو تفكيرك بقى سلبي مستقبلك يبقى سلبي، ولو تفكيرك ايجابي فمستقبلك يبقى ايجابي. سهله ايه؟ كل واحد يبص كده يشوف هو مصاحب مين. واحد مصاحب علي علوكة واشرف كوخ، عايزين نطلع ايه طيار؟ ازاي الصحاب بيأثروا عليك؟ ممكن نقسم تأثير الصحاب لأربع حاجات. أول حاجة، الصحاب بيأثروا على طريقة نظرتك لنفسك وإحساسك الداخلي. آراء صحابك فيك في الآخر هيكون ليها تأثير كبير جدا على نظرتك لنفسك. في حاجة اسمها ذا مايكل أنجلو إفكت، دي بتقول إن لو واحد مقرب ليك شاف إنك إنسان ناجح وشاطر وحلو وزي الفل، ربنا يديك الصحة يا رب، هتزود احتمالية إنك تكون أحسن نسخة ليك وهتزود ثقتك بنفسك جدا. ولو أنت مصاحب ناس على طول بيقلوا منك ويحبطوك، فأكيد هيأثروا على نظرتك لنفسك، ولو ده حصل ففي المستقبل شخصيتك هتتهز جدا. تاني حاجة، الصحاب بيأثروا على آرائك الشخصية وذوقك ونظرتك للحياة ككل. هتلاقي حتى لازمتهم في الكلام بتلزق في بقك. آرائهم في الحياة عموما هتأثر على شخصيتك. ذوقهم في اللبس والخروج والموسيقى والأفلام كلها هتأثر بيه. فلو صحابك ناس محترمة بتحب تطور من نفسها وتتبسط بالحاجات التمام، هتبقى تمام زيهم. فمثلا لو بيحبوا ياخدوا كورسات ويهتموا بصحتهم ويتمرنوا، هتلاقي نفسك اتشجعت للحاجات دي جدا وبقيت بتتمرن وتطور في نفسك زيهم. ولو صحيت عيال شمال شمامين هجاصين هيتفحوا عليك وهتضيع حياتك في الهجص والهجايز. تالت حاجة، تأثير الصحاب على المشاكل النفسية. لو صحابك بيسمعوك ومش بيغلطوك ولا بيطبلوا لك في كل حاجة وانتقادهم ليك دايما بيكون موزون ومنطقي، اوعى تفرط فيهم، لان دول كأنهم دواء دايما بالنسبة لك. لانك على طول لو بقيت مثلا مش في احسن حاجة نفسية او ان انت اصلا عامل حاجة غلط، هتلاقيهم بيقيموك او بيساعدوك. انما بقى لو صحابك بتوع حوارات وكل شوية تتخانق معاهم لأتفه الاسباب، فقام اطلع يجي على طول. رابع حاجة، شبكة المعارف هتساعدك جدا في المستقبل. حاول ما تخسرش حد. في فرق كبير جدا بين انك تخسر حد وانك تجنبه. اللي ما يعجبكش ما تتخانقش معاه وتقعد تعض في فخاده، ابعد عنه يا عم لو ده هيريحك. لو مش هتكتسب صديق ما تكتسبش عدو، بالذات لو العدو ده كان صديق في يوم من الايام، لانه عارف حاجات عنك محدش يعرفها غيره. ما تعرفش بكره هتحتاج لمين ومين هيحتاجك، عشان الدنيا صغيره جدا، جمعيه ودايره يابا. رابع حاجه لازم تعملها في فتره شبابك هي تيكينج ريسكس، او تاخد مخاطرات. معتز، في الحشيش. مش مخدرات، مخاطرات. هو ده وقتها، لان ساعتها لو وقعت هتلاقي اهلك يسندوك عشان انت لسه صغير، بس ما تجيب لهمش مصيبه برضه، فاهم؟ ما تبقاش غشيم. اللي هو صباح الخير يا بابا، ازاي حضرتك؟ انا امبارح خدت ريسك قوي جدا لان انا شاطر وجدع وكويس، وبعت البيت وضربت بفلوسه في البورصه. هو فاهم الراجل هيفنشك الفتاليتي بتاعت مورتال كومبات دي. في مقال جميل جدا للدكتور أليكس ليكرمان بيتكلم فيه عن ازاي تاخد الريسك بالظبط. قال ان الموضوع كله عباره عن احتماليات، وانت لازم كل ريسك تيجي تاخده وتحسبه بقدر الامكان، وتشوف احتماليه النجاح والفشل على قد ما تقدر، وهل قدرتك تسمح على تحمل عواقب الريسك ده. وطبعا الكلام ده كله تعمله بالمنطق والبحث، عشان ما حدش يفكر بالطريقه بتاعت انا حاسس ان انا لو عملت كذا هبقى حلو قوي. احيانا بتنفع، بس قبل ما تعمل كده احسب كل حاجه ممكن تتحسب عشان The numbers don't lie. خامس حاجه، ابدا شيل المسؤوليه عن اهلك. احساس المسؤوليه ده حاجه جميله جدا، هيزود ثقتك بنفسك بطريقه رهيبه. مفيش حاجه هتزود ثقتك بنفسك اكتر من انك تشيل مسؤولياتك. الاحساس ده نفسه وفكره انك صاحب القرار دي هيساعدك جدا عشان تكون شخصيه قويه وتكون في احسن نسخه ليك. ربنا يخلي لك اهلك طول عمرهم شايلينك، بس جه الوقت انك تخف شويه. ما تحملش قوي كده بقى يا عم الريش، كفايه. اجتهد واسعى دايما، واكيد هم هيبقوا مبسوطين بده. ولو مبقوش مبسوطين فكفايه انك هتزود من خبراتك في الحياه وثقتك بنفسك. دي حاجه هتساعدك جدا جدا في المستقبل. سادس نقطه، اتعلم كل حاجه تقدر تتعلمها. الحاجه اللي بتفرق شخص عن التاني دايما هي المعرفه. انت في فتره شبابك دي كل معلومه بتدخل دماغك انت كسبان، بس دايما لازم افكرك كل شويه بالسيلف اويرنس. لان المشكله هنا ان في ناس كتير من كتر ما بتعرف معلومات دماغها على طول بتقلب ان هي تبقى انسرت من كل حاجه، وبيشكوا في كل حاجه في الدنيا. بيتوهوا بقى من وجهات النظر في الحياه عموما. لو تلاقيه ماشي بيبص وراه، فاهم، قلقان. اي حد يقول له كلمتين هيقول له صح، عندك حق، يقوم بيشقلب دماغه على طول في 10 ثواني. وهنا بيجي دور الوعي الذاتي. انت عارف نفسك كويس، انت عارف انت محتاج ايه، عارف محتاج تطور ايه. المعلومه اللي مش هتحتاجها هتكون عرفتها بس مش هتطبقها عليك، لانك هتكون عارف ان المعلومه دي هتفيدك او مش هتفيدك. كل معلومه هتعرفها هتروح للحته اللي انت محتاجها فعلا، هتطور الجانب اللي انت محتاج تطوره، وهتقرب دايما اللي انت عايزه، فدايما هتوصل لاكتر حاجه مناسبه ليك. فقبل ما تعرف معلومه تفيدك، اعرف نفسك فعلا على كل المستويات. وانا دايما بهتم بالكلام عن الجانب ده عشان عارف اهميته بالنسبه لكل الناس،
والحديث هيطول فيه جدا. 7 نقطة بقى، جرب كل حاجة تيجي على بالك. طول ما انت عندك سيلف اويرنس دوس على طول في اي حاجة، لانك ساعتها هتبقى عارف انك محتاج الحاجة دي فعلا، بس في نفس الوقت بلاش تاخد ريسك ممكن يأذيك. في مقولة بتقول don't start what you can finish، ما تبدأش حاجة انت ما تقدرش تنهيها. وانت بتجرب هتلاقي حاجات كتير جدا تعملها الريسك فيها تقدر تتحمله، وفي حاجات تانية برضه هتلاقي الريسك فيها اكبر من طاقتك. فيستحسن انك ما تبدأش حاجة لو باظت منك تبوظ معاها، خد ريسك في حاجة لو باظت على الاقل تكون علمتك حاجة جديدة من غير ما تهدك. ما تستناش البيرفكت جوب والبيرفكت تايم، لان مفيش حاجة في الحياة بيرفكت. اعرف ان الحاجة اللي فعلا هتلاقي فيها نفسك محتاجة اجتهاد عشان توصل لها. لما يبقى عندك الوعي الكافي هتلاقي نفسك وصلت فعلا للحاجة اللي انت عايزها، مش الحاجة اللي الناس عايزاها. 8 نقطة، حوش فلوس على قد ما تقدر، لان ده هيزود استقرارك من الناحية المادية والنفسية وثقتك بنفسك، وهيحسسك انك تقدر تشيل المسؤولية. في نفس الوقت هتعرف تجيب اللي انت عايزه، بس ما تبقاش جلد برضه، الدنيا مش مستاهلة. انا بشوف ناس لما تيجي تدفع فلوس فاهم تحس ان هي بتدي حد من عيالها لحد. الفلوس مهمة جدا، واللي يقول غير كده يبقى بيحور. بس مهما كنت تعبان فيها، الفلوس دي في الاخر حاجة عشان تطلع عليها وتعيش احسن، مش عشان تجري وراها وتبقى كل همك في الحياة. عشان ما تبقاش بخيل وانت بتحوش، دايما تصدق بجزء منها للمحتاج عشان ربنا يكرمك. مساعدة الناس هتفرق جدا مع حالتك النفسية وهتحس انك انسان احسن. 9 نقطة، الطموح. احلم. الطموح مهم جدا لكل الناس، بس مش هو السعادة لكل الناس. معظم الناس طموحة عشان المجتمع عايزهم يبقوا طموحين، في حين ان هو لو بص على نفسه هيلاقي انه انسان ابسط من كده. الحاجات اللي بتسعده بسيطه جدا، بس ده في حاله ان هو شخص عنده وعي ذاتي وعارف نفسه كويس. ممكن يبقى كل سعادته ان هو يشتغل شغلانه مستقره، وفي الويك اند كده يسافر العجمي يجيب بسبوسه من حلوان الكابتن ويلعب جيمين بابجي ويعيش حياه حلوه. 10 نقطه، استمتع بشبابك، ودي نقطه مهمه جدا لازم نقف عندها. معظم الاهالي نوعين، يا اما بيقسوا عليك جدا في شبابك على الفاضي وعلى المليان، اللي هو ايه ده انت قاعد فاضي ليه؟ انزل اشتغل بلقمتك، هات لنا 2 كيلو مانجا من الاسماعيليه، كيلو ونص سمك من السويس، وقرطاسين فول سوداني من السودان، اي حاجه عشان تسحلك وخلاص. يا اما بيدلعوا ابنهم جدا في المرحله دي، بيقولوا له عيش حياتك واتبسط بشبابك. الواد ده اصلا ما بيبقاش عنده كتالوج يمشي عليه، في الاخر بيحس بالفويد او اللا شيء واللا هدف، فبرضه مش بيكون مبسوط. احسن حاجه تعملها انك تشتغل جامد جدا وقت الشغل، وتريح كفايه جدا وقت الراحه وتبسط نفسك. استمتع بحياتك على قد ما تقدر من خلال المتاح قدامك من الحاجات الكويسه اللي مش هتاذيك ومش غلط انك تعملها، بس خليك عارف انك عمرك ما هتتبسط لو حياتك كلها مرتاحه، ولا هتتبسط برضه لو حياتك كلها شغل. لو عشت حياتك كلها مريح فانت كده بتعمل ضد فطرتك. الانسان كائن يعيش على تحقيق ذاته، فلو ما حسيتش دايما انك ماشي على الطريق الصح عمرك ما هتبقى سعيد. من اهم الحاجات برضه انك تهتم بصحتك وشكلك وجسمك، وده طبعا قبل اي حاجه، لان ده هو اساس كل حاجه. ما انت لو صحتك تعبت مش هتعرف تشتغل اصلا. اهتم بالتمرين والاكل والنوم، اهتم بحالتك النفسيه لانها هتاثر جدا على صحتك وعلى ادائك في الشغل. لو بتشرب سجاير بلاش، اعرف ان السجاير مش روشنه، الشباب الخريانه معظمها بيشربوا سجاير، كانك بتاخد فلوسك تجيب بيها حاجه عشان تحرقها، وبعدين تدخل دخانه في بقك يخش في صدرك يعبقهولك عشان تعيا بعد كده. العادات السيئه دي هتخليك تعجز بدري وصحتك تتعب، فلازم تهتم جدا بالحاجات دي، واهتم بلبسك ونظافتك دايما، لان الناس جادجمنتال جدا، هيحكموا عليك دايما من لبسك وشكلك. لو لابس كويس، مش معقول يا جماعه ده كريستيانو ده ولا ايه؟ لابس وحش، هيبصوا لك من فوق لتحت. وللاسف دي حاجه انت مش هتقدر تغيرها، لانها حاجه تقريبا موجوده في العالم كله، مش لازم يبقى غالي ولا براندز. لو دورت على الانترنت وشفت ازاي تلبس كويس وكلاسي فعلا، هتعرف ان الموضوع ملوش علاقه خالص بسعر الهدوم او البراند بتاعها. شوف ستايل لبس يليق عليك ويخليك مختلف بين الناس، بس وانت بتعمل كده بالله عليك اوعى تعمل شعرك كرياتين او تفرده. اهتم بشعرك بس بكريمات كويسه تفيده وتخليه في احسن شكل طبيعي ليه. اوعى تلبس مقطع زي السرسجيه عشان قله قيمه قوي والله. في فرق بين انك تلبس لبس شياكه وانك تلبس لبس فماصه. ابعد عن الفمايصه والسرسجيه ومعظم لبس شباب التيك توك ده لو عايز ربنا يكرمك، وانت بعيد عن الميك اب الاوفر اللي بيعملوه اليومين دول، عشان فاهم في بنات بقت دلوقتي ماشيه تحسها شبه البلياتشو. من الحاجات المهمه جدا برضو انك حاول ما تدخلش في علاقه مش جديه، لانك في الغالب مش هتكمل عشان حياتك لسه ما استقرتش. وانت برضو بلاش، لانها مش صح ومش هتفيدك بحاجه غير تفريغ شويه شحنات عاطفيه على الفاضي، والعواطف دي هتجف كل ما الشخص يدخل في علاقات اكتر. هتدي له خبره اكيد، بس الخبره دي ممكن تعوضها بالمعرفه، بس المعرفه دي تكون معرفه حقيقيه مش من ناس عندها عقد بسبب علاقات قديمه، او من خلال مذيعه بتلعب على بنات الصغيره عشان المشاهدات وهي مش بتقول كلام علمي والكلام كله قاعده مساطر لا مؤاخذه. خدوا الخبره من حد محايد عارف هو بيقول ايه، مش من واحد يسود الدنيا في وشكوا او يخليها وردي، لان الدنيا لا ابيض ولا اسود. اخر حاجه اشتغل جامد عشان مش هتستفيد حاجه بنجاحك وانت عجوز ومكحكح وعندك 180 سنه. ما تستعجلش على النجاح ما دام انت ماشي على الطريق الصح، لانه هيجيلك لو فضلت مكمل. وحتى لو انت على الطريق الغلط ما تستثقلش الموضوع او تفكر انك اتاخرت، دايما في اي وقت تقدر تصلح وتعدل اللي انت فيه. انجح وما تقارنش نجاحك بحد، قارن نفسك النهارده بنفسك امبارح. طول ما انت بتقارن نفسك عمرك ما هتبقى مبسوط مهما وصلت. في بيت شعر بيقول من راقب الناس مات هما وفاز باللذة الغصور، اللي هو الشجاع يعني اللي بياخد ريسك محسوب صح مع نفسه وما بيقارنش نفسه بحد، ملوش دعوه. واعرف انك دايما تقدر تعمل اي حاجه اي حاجه اي حاجه اي حاجه اي حاجه لو مشيت صح واهتميت بتطوير نفسك من كل الجوانب هتحقق كل اللي نفسك فيه ايا كان هو.
انا عارف اني اتكلمت عن السيلف اويرنس كتير النهارده عشان هي في رايي من اهم العناصر الاساسيه في حياه الانسان. ان شاء الله كل نقطه من النقط اللي قلناها دي هيكون ليها حلقات لوحدها ان شاء الله بعد كده، فما تنساش تعمل لايك لانه بيفرق جدا مع القناه، وتعمل شير مع اصحابك على الاقل على الواتساب يعني، والناس القريبه منك وجروب العيله والحاجات الحلوه دي، يمكن تغير في حد فعلا او تساعده في حياته. وما تنساش تفعل الجرس واستنى كل حلقه يوم الجمعه الساعه 8 ان شاء الله بتوقيت مصر. مع تحياتي دكتور مفيد.